يا سلام، هيك صارت أكلتنا جاهزة بتشهي. جربوها، كتير كتير طيبة. اليوم رح نعمل أكلة طيبة كتير كتير، شاكرية الشرحات مع الفول باللبن. بدي نص كيلو شرحات عجل أو غنم يلي بتحبوه، متبلين بالملح والفلفل الأبيض منشان ما يغمق لون اللبن. وعندي كيلو فول مفصص جاهز، وعندي بصلتين كبار مقطعين ترانشات. وللصوص اللبن الشاكرية عندي كيلين لبن، وعندي كمان البيضة وثلاث معالق أكل كبار نشا كورن فلاور منشان اللبن. بلش نمرق اللبن بالمنخلة. خلصنا اللبنات، البيضة كمان لازم كله يمرق من المنخل، وهي النشا ضفناه. وهيك صار اللبن جاهز عنا لنحطه على النار مشان نشوي بين ما نحن عم نقلي الشرحات والفول، بس لتاخد لون تتقلى شوي. وهيك احمروا من اول جهة، قلبتهم على الجهة الثانية، لازم يكون لونهم هيك اخذين لون مشان الطعمة تبقى طيبة. نزل اللحمة فوق الوجبة صارت مقلية. أضيف مرقة عظم البقر، هاي المرقة اللي ما لازم تخلى من بيتك. رح أعملكن فيديو بس منشان كيف تعمليها لأنها سهلة، ما بمليها كتير، شوي بس لأنه بتستوي بسرعة. رح أقلي البصلة والفول لبينما تستوي اللحمة، ما بتاخد وقت كتير لأنها كتير كتير طرية. نفس المقلاية اللي قليت فيها اللحمة رح أنزل بالبصل، وبعد ما دبلت البصلة وأخذت شوية لون رح ننزل فوقها بالفول وبقلبهم مع بعض. وهيك صارت الفول والبصلة جاهزين عندي. رح ضيفهم فوق اللحمة، اتركهم يغلوا شوي لبين ما ينشوى اللبن. نشوي بدنا نضل واقفين عم نحركه لحتى يغلي، وبيكونوا استووا الفولات مع البصلات على مهله لبين ما يغلي اللبن. بتمنى تدعموني، تشتركوا بقناتي، وكومنتاتكم كتير بتهمني، ولايكاتكم. تظبطوا الملح حسب ما بتحبوا. نتركها هلأ شي 10 دقايق. أكلة بتشهي، جربوها وما بتندموا. يا سلام، هيك صارت أكلتنا جاهزة بتشهي. جربوها، كتير كتير طيبة. وفينكن تعملوها مع شرحات الدجاج، مو ضروري شرحات عجل، كمان بيصير نفس الشي. إن شاء الله ألف صحة وهنا.